إذا الزملاء الزميلات أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا فهد القاضي وهذه قناتي على يوتيوب، وهذا الزميل عمار يا مرحبا معصار والزميلة أسماء عصام أيضا، صح؟ ايوه صادفها بالاسم اللي يطلع معنا في الإذاعة. كنت ضيف والله خفيف جدا ومبدع ما شاء الله عليك الله في يسعدك اذاعه يا برق اف ام، وان شاء الله نتشرف معك ان شاء الله يوم ثاني. الله يسعدك يا عمار ويسعدك يا أسماء. طبعا سووا لي مقلب، أنا أعتبر كان مقلب حالي أنا أعتبر سويتوا لي مقلب الاثنين، يعني مقلب من العيال الثقيل الأمانة بالنسبة لي أنا يعني. وان شاء الله بس الأمانة ما كنت في المقلب. ها؟ لا والله ما كنت احنا الاولين المقلب احنا والكل كان مقلب علينا والكل أنتم. يعني أنا انصدمت جدا يعني من الأستاذ أسعد ايوه جبران، اسعد جبران، له كل التحية. راح يكون المقلب بعد هذا الفيديو تماما. عمار رسالة ان انتم تشوفوا الفيديو حبيبي والله حترتاحوا، والذي هو مغدغد من فؤاد يبصر الفيديو. احنا مستمعين والله عاد شفه فيني. خلاص يتابع ضروري الفيديو. أسماء رسالة. طبعا كانت حلقه جميله فعلا، يعني من اروع الحلقات اللي انا قدمتها مع الاستاذ فاضل. الله يسعدكم يا رب. وخلنا شرف كبير ونور الاستوديو ونور المكان. شوفوا المكان كيف منور بوجوده. الله يسعدكم يا رب يحفظكم. هذه كانت اذاعه برق اف ام 96.9. تابعوها على هذا التردد وخليكم مع الزملاء الى 10 ايام العيد المبارك. عيد علينا عيد علينا. ايوه بيعيد عليكم عمار وأسماء في امان الله ان شاء الله. والكثير من الزملاء والزميلات في الوسط الفني كان بشبه يومي، يعني يوم كذا في رمضان، والحمد لله طلع البرنامج بشكل جميل جدا برغم قل الامكانيات، لكن المخرج اشرنا نحن نطلع فاصل ونرجع للمستمعين من جديد. حياك حبيبي. بس في اخطاء يا سيدي من لحظه. انا اتقدم، انا فجاه اسمع صوتي داخل في قصه. حلو. احنا ندخلك في اليوتيوب عشان نشهرك. بس اقصد انه بس انا ديانا طبعا هو انت غازلتها مره وكذا ودخلت انت وياها في مشكله. يا اكبر هذه الصحابه هو انت الا يعني اشتكت لها عندي. هي اشتكت لها عندي، اتصلت لي وقالت لي انه مره جالها يعني وثقت فيك ايوه انه مره وثقت فيك، وبعدين جيت لعندك كتبت لها رساله وقلت انه معك لها صور لا أبدا بشعرها وكذا وهددتها ودخلت في مشكلة كبيرة جدا. لا مش هذا أنا أبدا. أنا أعرفها طبعا، اسمها أرجوان يعني. زميلتي جدا. عرفت ولا؟ البرنامج هو فيه تحدي. لا هم مش مش وانا القصة هذه مش عندي. أنت لحقتها في الحديقة قالوا. بعدين مسكوك الشرطة. لست أنا ما قد مسكت في بقعة. مسكوك الشرطة. أبدا. متأكد؟ أبدا. أنت اسمعني على الهواء. اسمعني يا عمار. اسمعني يا عمار، هم مسكوا الشرطة في ال70 وهو كان يلاحق دينا حد باسمه دينا طبعا. دينا طبعا. منو؟ هو مسكوا الشرطة. بعدين حلقوا له وطلعوا. حلقوا لك صح ولا لا؟ طبعا شوف هذا مدري وش. كيف؟ مدري هذا يوصلوا وش. والله ما أناش عارف. وانا اتحدى على الهواء مباشرة وتجيبوا دينا طبعا الان او تجيبوا شرطة ان كنتم، ولا بجيبها انا متأكد يعني واثق يعني. بس يعني اخلاقيا ما كانش ينفع مثلا كشخص مشهور. كشخص مشهور. اسمعني لا تدخلوا معي في موضوع يصل الى ما لا نهاية. ايوه ما صح. فدينا طبعا من زميلاتي، وكل بنت تدخل مع فؤاد القاضي صداقة أو زمالة تعتبر ضمن إطار أخوتي أو أنت خرجت عن إطار الأخوة مالك اليوم افتكيت قدام الناس. كان في مجموعة كبيرة من الشباب الذي يعرفوا. مانيش عارف إذا كان هذا مقلب أو مش مقلب أو شوف إحنا زارت أحيان نتقرب من البنات. أنت الآن في مقلب. أيوة حبيبي. لا أنت لا والله إني حاسس طبعا هو في مقلب موجود عندي هنا في الهاتف من باب الاستفزاز. أنا لأول مرة أقابل شخصيتك حقيقي. أنت شخص مؤدب ومهذب جدا، وأقول لكل محبينا ولكل متابعينا الشباب الذين غير متفرغين لتعاطي القات، الذين يذهبون باتجاه الثقافة، هم حقيقة من يبني الأوطان. حبيبي أنت في المقلب يعني موجود. الله يبارك فيك. يعني أول واحد يعني يفعل مقلب وكيف يعني فيني أنا طبعا يعني تنتقم منهم كلهم فيني أنا أو أسماء وين قالت لك أو غازي حمد قال لك ولا واحد غازي ولا أنا اخترت الموضوع من باب الاستفزاز لأنك شخص يعني. أهلا بك في استديوهات إذاعة برق اف ام 96.9. الله يبارك فيك. أبثها في موقعي لو سمح. وبثها في موقعي لو الله يبارك فيك. يلا باي باي.